بوتي تريننج في 6 ايام، اقول لكم في 6 ساعات. لا 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 لا، ممكن بس اقول لك على حاجه. تعالى نتخيل الطفل قبل ما يخش على البوتي تريننج. انا دلوقتي طفل عندي سنه ونص سنتين، يا دوب لسه مفطوم من الرضاعه الطبيعيه او لسه مفطوم من الببرونه، ودلوقتي مطلوب مني ان انا احس ان انا عايز اعمل حمام، وبعد كده لما احس اترجم ان المفروض اقول لماما او بابا ان انا دلوقتي عايز اروح البوتي او عايز اروح التويليت. بعد كده اتخيل الخطه، اروح اقعد على البوتي. خلصنا؟ لا، ده انا اسيب نفسي خالص وارتاح وحاجه تنزل مني او احس ان انا اتغرقت، وبعد كده يسقفوا لي. هي شايف العمليه دي كلها؟ شايف التعقيد في كل ده؟ عمليه محتاجه تناسق عقلي وعضلي وان الطفل يكون فاهم. فلا لا لا، سيبك من 6 ساعات و6 ايام. 6 ساعات ده كان خط بارليف، خلاص ميه والجبل وقع. لا، دي والله عمليه اعقد من خط بارليف. فما تستعجليش وكملي معانا السلسله بوتي تريننج بامان.